هنشرح the demonstrative pronouns. the demonstrative pronouns يعني أسماء الإشارة. demonstrative pronouns. دلوقتي أسماء الإشارة طبعا في العربي عندنا كتير جدا، هذا وهذه وهؤلاء وتلك وهاتان احنا عندنا في الانجليش هم 4 بس، 4 أسماء للإشارة. this وذات الاتنين بيشاوروا على حاجة مفرد قريبة وبعيدة. this للمفرد القريب وذات للمفرد بعيد. وعندي these وthose. these للجمع القريب وزوز للجمع الايه؟ البعيد. يا مس اللي انت بتقوليه دوت هقول لكم عليه امثله عشان هو الدرس تافه جدا ومش مستاهل اي كلام. دلوقتي مثلا عايزه اقول الكتاب ده كويس، هقول الكتاب ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. قريب بالنسبه لي ولا بعيد؟ قريب. يبقى اقول له this ولا ذات؟ this. هقول ايه؟ this. يبقى this book. هقول ايه؟ this book. عايزه اقول الكتاب ده كويس، هقول this book is good. this book is good. تمام. الكتاب ده بعيد عني في اخر الفصل مثلا وبشاور عليه، هقول this ولا ذات؟ ذات. هقول ذات. هقول ذات. طالما الكتاب بعيد عني هقول ايه؟ ذات. برضه هقول that book is good. طبعا this وذات الاثنين اسماء اشاره للمفرد فبيجي معاهم is. بيجي معاهم طب انا دلوقتي عايزه اقول الكتب دي كويسه، جمع مش كتاب واحد، كذا كتاب، هقول ايه؟ يا حرام عليكي، this وذات احنا خلاص اتفقنا ان هم المفرد، انتهينا منهم. هنقول these. هنقول ايه؟ these. هنقول these. علشان هي في ايدي، عشان حاجه قريبه مني، عشان قريب مني هقول these book ولا بوكس؟ هقول these box. عشان هي جامعه هنحط لها هنحط these books are good. these books are good. طب لو الكتب دي مجموعه الكتب دي بعيده عني هقول those. هقول those books are good. يبقى انا دلوقتي فهمت ان الحاجه القريبه مني بقول عليها this لو هي ايه؟ مفرد. لو الحاجه قريبه مني مفرد بقول عليها this. ولو بعيده عني ومفرد برضو بقول that. القلم دوت معايا ذا بن هنقول عليه ايه؟ this ولا ذات؟ this. لكن لو مع حد تاني بعيد عني وبشاور على القلم ذات هقول that. طب مجموعه اقلام معايا عايزه اقول عليها قريبه في ايدي هقول these. هقول these. طب لو مجموعة الأقلام دي بعيدة عني هقول those. هقول those. هنا قلنا مثلا لو بنشاور على وردة قريبة هرسم لكم مثلا وردة قريبة مثلا هنقول عليها ايه؟ this. طب لو الوردة بعيدة هنقول تمام. لو عندي مثلا تعالوا لي انتوا الاثنين كده، الولدين دول واقفين جنبي عايزه اتكلم عليهم هقول هم يكونوا اولاد هقول ايه؟ لا هم جمع هنحط لهم ايه للقريب؟ these. علشان هم جمع قريب هنحط لهم these are ايه؟ boys. these are boys. طب لو بشاور على البنات والبنات بعيدة عني هنقول عليهم those are girls. هنقول ايه؟ those are girls. اتفضلوا. يبقى انا دلوقتي لما بشاور على حاجة قريبة مني جمع بقول these. حاجة قريبة جمع بقول these. حاجة بعيدة جمع بقول those. يبقى هنقول هنا those are girls. هنقول ايه؟ those are girls. دلوقتي انتوا فهمتوا طبعا اللي احنا قلناه صح؟ ممكن تقولوا لي دلوقتي this وذات وذيس وذوس. برافو عليكم. دلوقتي احنا عايزين نحل الامثله دي، هنختار يا اما this يا اما ذات يا اما these يا اما those. طبعا هنا بيقول لي look at وجايب لي سبيس book here. انا مش عارفه احط this ولا ذات ولا بس هنحلل الجمله. هنا عندي كلمه book مفرد ولا جمع؟ يبقى انا دلوقتي خلاص هحط في دماغي ان انا هحط حاجه من الاثنين، يا اما this يا اما
ذات. هير يعني هنا، هير يعني هير يعني يعني بتشاور لي على حاجه قريبه ولا بعيده؟ قريبه. يبقى انا اشوف كلمه هير اعرف ان انا بتكلم عن حاجه قريبه. حاجه ايه؟ وقلنا هنستخدم علشان بوك مفرد هنستخدم يا اما ذس يا اما ذات. يبقى انا هقول لوك ات ايه؟ this. look at this book here. تمام برافو. السؤال اللي بعده look at وجايب لي سبيس برضو box here. هنقول هنا ايه؟ برافو عليكي. ليه قلنا this؟ قومي قولي لي ليه قلنا this؟ عشان الجمع القريب. عرفتي منين ان هو للجمع القريب؟ عشان هير معناها هنا. برافو. عشان ايه؟ بوكس. كلمة جمع. برافو عليكي. اقعدي. السؤال اللي بعده بيقول لي photos here are much better. جايب لي here وفوتوز. يبقى انا دلوقتي هستخدم ايه؟ these علشان here هنا معناها هنا وفوتوز جمع، يبقى هو برضو بيشاور على حاجة ايه؟ يبقى هنستخدم these. برافو عليكم. نكمل السؤال. these photos here are much better than السبيس قدامي هنا نقط بتقول لي photos over there. there يعني هناك. there يعني there يعني there دي بتدل على حاجة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. يبقى أنا دلوقتي عارفة إن أنا هتكلم عن إيه؟ حاجة بعيدة. عندي photos مفرد ولا جمع؟ يبقى إيه للجمع البعيد؟ those. برافو. those photos over there on the desk. السؤال اللي بعده was a great evening يعني كان مساء عظيم. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه بس في كلمات هتوضح لي. was دي بتعبر عن المضارع ولا الماضي؟ الماضي ده يعني حاجه قريبه ولا بعيده؟ بعيده. وايفنينج مفرد ولا جمع؟ مساء مفرد. يبقى هنقول this ولا ذات؟ برافو. ذات was a great evening يعني ده كان مساء جميل. تمام. يبقى انا في كلمات في السؤال بتدل انا هتكلم عن ايه؟ عن القريب ولا البعيد، جمع او مفرد. السؤال اللي بعده bottle over there is empty. over there احنا قلنا there يعني ايه؟ هناك. يعني قريب ولا بعيد؟ بعيد. وبوتل مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى هنستخدم لها ايه؟ ذات. برافو. ذات. هنستخدم ذات لان بوتل مفرد وفي نفس الوقت بعيد. يبقى المفرد البعيد بنقول ايه؟ ذات. هنا this نقط a yellow cat. this هيجي بعدها is. برافو. this is. السؤال اللي بعده are dogs. لو مثلا هم قريبين مني هقول ممتازين. يبقى these are dogs يعني هؤلاء يكونوا كلاب. يبقى علشان طبعا are جمع فهنستخدم these. that نقط a cloud. برافو. that is a fish. الفيش مثلا بعيدة هقول that is a fish. ممتازين. كده عرفنا الفرق ما بين this وذات وthese وthose اللي هم اسماء الاشاره. اسماء الايه؟